حمزة علاء بيرفض تجديد لنادي الاهلي مقابل 12 مليون في 5 مواسم، ويجي له عرض من بيراميدز 25 مليون في 3 مواسم فقط. حمزة علاء طبعا في ناس كتير من الاهلي بتقول لك لا، وانت كنت تتمنى الاهلي ولا ما يكملش ولا ملوش لازمه. لا طبعا، لا خالص، انسى 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 الكلام بتاع الكوره ده. خلينا نتكلم في الكلام المنطقي. رمضان صبحي، واحد يقول لي انت لسه زعلان من رمضان، اقول لك لا مش زعلان منه والله، ده هو الراجل ايه شاف له ما تعيشه. دي مش كوره، اللي بيلعب كوره وعنده انتماء غير اللي بيلعب لومه تعيش، دي لومه تعيش بالنسبه لي. فانا اللي هيدفع لي اكتر هطيره واسيبه وخلاص شكرا. هتدفع هقعد، مش تدفع انا اشوف. ده في العرض الفلوس ما تعوضش. وعزيزي الاهلاوي اللي بيتكلم ومنزل البوست او ايا كان اللي بيعترض على حمزه علاء، او ده لو الخبر صحيح، خبر صحيح وتمام و100 100. انت لو مكانه عزيزي الاهلاوي وجالك العرض ده هتوافق. وساعتها تقول لي ما هو عندي التزامات، مش معنى رمضان صبحي. انت لو جالك العرض ده اللي هو 25 مليون وفي 12 مليون وفي 3 سنين وخمس سنين، لا يا باشا، ده انا انا بشجع بيراميدز ده من ايام ما كان اسمه الاسيوطي.